بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهارده هنتكلم على خطوات علاج مرض السرطان. طبعا الاكتشاف المبكر لمرض السرطان حاجة مهمة جدا، ولذلك دلوقتي كل شوية بيبقى فيه دلالات أورام جديدة بتتعمل وفحص ذاتي للثدي، كل الاتجاه العالمي حاليا ان احنا نكتشف، نعمل حاجات نكتشف الورم السرطاني في بدايته، وده بيفيدنا جدا في مراحل العلاج. اول مرحله في العلاج ان احنا نستأصل الورم، ودي بتبقى دايما في الاكتشاف المبكر، ونستأصل المرض ونبدأ نتابع ان كان بقى هندي كيماوي او نتابع بعد كده من بعيد. لكن الاستئصال الورم ده رقم واحد، الورم موجود نيجي نشيله. طيب تاني حاجة، لو لا قدر الله الورم منتشر او في يعني ازالة الجراحية ليها شروط، لو الشروط دي مش موجودة نعمل ايه؟ تاني علاج هو العلاج الكيماوي او الاشعاعي. الكيماوي هو علاجات شديدة جدا وسموم جدا على الجسم، وبتعمل اعراض عنيفة قوي، فمش كل الناس بتستحملها، واحيانا والله بتموت، هي السبب في وفاة المريض من غير ما يكون السرطان نفسه، واحيانا بتعذب المريض في ايامه الاخيرة. العلاج الاشعاعي ليه شروط مش كل الناس تعملها، والعلاج الكيماوي ليه انواع، وبتتحدد النوع على حسب السن وعلى حسب المرض وعلى حسب درجته بالعينة اللي اتاخدت. طيب بعد كده غير علاج لو الكيماوي والاشعاعي كمان ما ينفعوش، وهي بقى الورم في المراحل الاخيره، بندي بقى علاجات الالم اللي هي زي المورفين بقى والترامادول، الحاجات اللي هي جدول كلها ممكن ياخدها عشان نكرم المريض في اواخر ايامه وما يحسش بالالم الرهيب اللي هو بيحسه في ظل انتشار السرطان في جسمه. ربنا يشفينا جميعا ويحسن ختامنا، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.